قصدك ايه؟ قصدي بس ما تزعليش مني، تبعدي بنتك زينب عن فؤاد. ابعد بنتي؟ كلام ايه ده؟ فؤاد لسه قدامه مشوار طويل. ايوه لكن احنا مالنا؟ ومين قالك ان بنتي بتجري وراه؟ ما تزعليش مني بس يا ام زينب. ايوه بس دي كلمة كبيرة قوي يا ام فؤاد. ما هو لازم كمان تقدري ظروفنا. انا بنتي بتجري ورا ابنك ولا ده كلام بتقوليه وبس؟ مش كلام لكن ما لكنش انا بنتي النهارده هتتجوز قبل بكره، الدور على ابنك. ما هو يا ست ام زينب لا اسمعي بقى، اذا كانت دي حجه وعاملاها انا ما اكلش من الكلام ده. حجة ايه يا ست ام زينب؟ ده انا قصدي ولا قصدك ولا حاجه. انا بنتي ما بتخرجش من البيت، الدور على ابنك اللي بيجري وراها. وكمان ما حدش يقول كده، هي الناس ما فيش في وشها حياه كده. كتر خيرك يا ام زينب. صدقتي يا ست هانم؟ صدقتي يا ماما الحكاية مش كده. لا حكايه ولا روايه، ده متفق مع عمه على كده. يا ماما فؤاد مش ممكن يعمل كده ابدا. ويعمل اكتر من كده، ده عايز يضيع منك عريسك، عايز يضيع منك فرصة العمر. يا ماما ارجوكي فهميني بس. افهم ايه؟ افهم ايه بعد امه ما جت شتمتني ببيتي؟ مش معقول فؤاد يعمل كده. وما يعملش ليه؟ فؤاد انسان نبيل، فؤاد حساس، مش ممكن ابدا. اسمعي بقى، انا ما افهمش في الكلام ده. انا من النهارده مش ممكن اسمح لك انك انت تضيعي ابو سريع. يا ماما حرام عليكي، حرام عليكي. زينب